سلام حبيباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. وليت لكم اليوم بوصفه بنينه مقرمشه معسله بزاف رائعه، يعني اسرع معسله تقدروا تحضروها ان شاء الله. تحضروها لسهرات رمضان ولا لمناسباتكم، لما لا؟ يعني اسرع معسله كما قلت لكم بزاف بنينه وتجي مقرمشه رائعه رائعه. انا ما نطولش عليكم، نقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس هكذا باش يلحقكم كل ما هو جديد من وصفاتي السهله والاقتصاديه الخاصه بالمبتدئات. ما نطولش عليكم حبيباتي، نبداو بسم الله ونصلوا ونسلموا على نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عندي عجينه الفيلو هنايا. كاين العجينه تاع الفيلو كي نحلوها هكذايا، يعني هذه تاع المحلات كي نفتحوها كما قلت لكم كاين نلقاو فيها مقطعين، يعني الورق ديالها شويه مقطعين. انا درت يعني نوعين من المعسله. الورق اللي كانوا ماشي مقطعين خدمت بهم النوع الثاني، واللي كانوا مقطعين خدمت بهم هذا النوع الاول. هكذا قسمت كما قلت لكم العجينه ديالي على 2. هذا النوع اللي قلت لكم راهو مقطع، انا بديت نقطع فيه هكذا بالمقص، نقطعوها على شكل كما نقولوا تجينا كي شغل رانا حنديروا الرشته. انا كنت حنخرجوا في الماشينه تاع الرشته، ومن بعد صدتها باللي راهي مقطعه بزاف ما قدرتش نخرجها، درتها بالمقص. شوفوا كيفاش راني نقطع فيها هكذا على شكل حراب، هكذا شغل رشته عفوا، هكذا ونحلها مليح مليح. شوفوا بهذه الطريقه. من بعد نروح هكذايا نحضر الحشو ديالي. هنايا درت انايا جوز ولوز، وانتم واش تحبوا ديروا، يعني درت كميه واحد الكاس هكذا ولا كاس ونصف مخلط جوز ولوز، وانتم تقدروا ديروا مام الكاوكاو تجيكم بنينه واش كان متوفر عندكم في البيت. درت حوالي 3 ملاعق كبار تاع السكر ما نكترش، ودرت شويه تاع القرفه. انا نحب يعني الذوق تاع القرفه، واللي ما يحبش ذوق القرفه تقدروا تستغناو عليه. ودرت كميه تاع المزهر، شوفوا ما نشمخوهاش بزاف، يعني نخلوها شويه ناشفه كيما نكونوا حنديروا الحشو تاع البقلاوه، ما نشمخوهاش بزاف. هكذا بهذه الطريقه نحطها بجيه ونروح نفاصوني المعسلات ديالي. النوع ديالي هنايا استعملته في المول تاع لي مادلين ولا لي كاب كيك، ولا ما كانش متوفر تقدروا تستعملوا تاع السيليكون، ولا عادي تقدروا ميم تستعملوا تاع لي طارتولات هذوك اللي يجوا مدورين عادي يعني. حطيت الحشو تاعي بجيه، ودرت شوكولا اتارتيني درتها في لابوش، ودوبت كميه من السمن. انا استعملت سمن، يعني صراحه هذا النوع تاع المعسلات نحبه بالسمن، يعطيني ذوق بزاف بنين ويجوا مقرمشين ما شاء الله. حطيت هكذا كميه في المول ديالي تاع عجينه الفيلو بهذا الشكل، ونعبزوها مليح، يعني هنايا عبزوها مليح مليح. من بعد حطيت لها كميه تاع السمن هكذا بالملعقه ولا بالبانسو ما تكتروش. من بعد حشيتها هكذايا بهذاك الخليط تاع المكسرات ديالي بهذه الطريقه. ان شاء الله الفيديو تاعي راه واضح لكم، خاصه حبيباتي المبتدئات. من بعد حطيت شوكولا اتارتيني هكذا من الفوق، من بعد غطيت عليها بالعجينه بهذا الشكل، ونعبزو شويه هكذا. شوف راني نعبز فيها غير بشويه. صراحه هذا النوع يجي بزاف بنين وتجينا معسله خفيفه ظريفه، وراهي ماهيش حتشدلكم راهي حتشدلكم يعني حوالي 5 ايام تقعد مقرمشه، ما راهيش حتولي طريه ولا كما قلت لكم 5 ايام الى 6 ايام وهي تقعد مقرمشه، ما تخافوهاش يعني تطرى ولا تقعد هايله هايله هكذا. من بعد ما غلقت كامل بالعجينه نزيد نحط حوالي ملعقه تاع السمن فوق كل حبه بهذه الطريقه. الفرن تاعي راه مسخن على 180 درجه، نحطها طيب من تحت كي نشوف الجوانب ديالها بداو يحمروا نشعللها من الفوق، خلوها طيب في غردها هكذايا، ما ديروش النار قاويه، قلت لكم على 180 هكذا باش طيب في غردها وتجينا مقرمشه.
نروحوا نحضروا مع بعض النوع الثاني. انا هنا درت 5 اوراق تاع عجينه الفينو. ما درتش بين طبقه وطبقه سمن، لا درت غير في الطبقه الاخيره. شوفوا قلت لكم درت 5 ورقات هكذا. في الطبقه الاخيره درت كميه من السمن، من بعد حكمت هذيك الكميه تاع عجينه الفينو اللي كنت قطعتها على شكل يعني هكذا مستطيلات، ولا نفرشها كامل فوق هذاك الوجه هكذا، ونزيد لها كميه تاع السمن. ان شاء الله الفيديو تاعي راه واضح لكم. من بعد نفرش لها كامل المكسرات اللي كنا استعملناهم في الاول. يعني قلت لكم درت حوالي كاس ونص، يعني دار لي هاد النوعين تاع المعسره. نروليها هكذا على شكل غولي بهذا الشكل هكذا. نزيرو مليح، زيروها كي تكونوا تروليو فيها، زيروها. انا حكمت سنيوه ديالي هكذا، دهنتها شويه بالسمن، من بعد بدلت سنيوه جاتني كبيره هذيك سنيوه، درت في بلا تاع الزجاج هكذايا. شوفوا كيفاش راني نقطع فيهم، شوفوا نقطعهم على شكل دوائر هكذا. داك الحربوش قطعته على شكل دوائر، وانتم واش تحبوا، لا حبيتوهم صغار ديروا العرض ديالهم 1 سنتيمتر، ولا حبيتوهم كبار ديروا 3 سنتيمتر كيما درت انا. الخيار يولي لكم هكذا. انا استفتهم كامل في هذا البلاطو، وزدت دهنتهم كامل بالسمن من الفوق، ودخلتهم هما تاني للفرن يطيبوا على 180 درجه من التحت ومن الفوق. النوع الاول هاوليك طابلي وهو سخون. في كل حبه ندير 2 ملاعق كبار تاع العسل، يعني العسل ديالي ما زدتلو حتى حاجه، كيما شريتو كيما عسلت به المعسله ديالي. قلت لكم في كل حبه ديروا 2 ملاعق كبار، وخلوهم يشربوا مليح، يعني باش تقدموهم يعني اوموان تخلوهم حوالي 2 ساعتين، ولا باش تقدروا تقدموهم هكذا يتشربوا لكم مليح هذاك العسل. النوع الثاني راهو طابلي، هو دوك نعسلو، ندير لهم كامل العسل هكذا من الفوق، يتعسلوا لي تري بيان هكذايا، ونخليهم يشربوا. من بعد نروحوا نشوفوهم كي نديروا لهم التزيين، ولا نديروهم في الكيسات. هامني انا درتهم في الكيسات عاديين، يعني نتوما لا كنتو انا درتهم للدار يعني، ولا كنتو تدوهم تضيفوا بيهم، ولا ديروهم كانت عندكم وليمه ولا مناسبات ديروا لهم لي كيسات هذوك الشابين يعني هاكو تعرفوا. النوع الاول حبيباتي اللي طيبته في ليمول تاع لي مادلان، درت له شوكولا اتارتيني هكذا من الفوق كتزيين. والخيار يولي لكم دائما كما معودتكم نقول لكم الجود من الموجود، واش كان متوفر عندكم في بيتكم ديروا التزيين. انا صراحه درتهم لينا للدار، وانتم واش حبيتوا كي تحبوا تضيفوا بهم ديروا تزيين خير ما من هكذا. كما قلت لكم النوع الاول درت له شوكولا اتارتيني، ودرت له شويه لوز ايفيلي من الفوق. والنوع الثاني كانوا عندي شويه مكسرات، درت ملعقه تاع جلوكوز مع ملعقه تاع عسل، درتهم فوق النار دابوا، دخلت فيهم هاد المكسرات، من بعد حطيتهم هكذا من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي تاع المعسله ديالي الخفيفه الظريفه اللي تجي بزاف 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 بنينه. ما داتليش كامل الوقت في التحضير، يعني تم حضرتها. تقدروا ما ديروها لسهرات رمضان ولا الوليمات، يعني ما شاء الله كاين اللي يختنوا ولادهم في رمضان، وكاين اللي يروحوا للعمره تقدروا ما ديروها لهم يعني في السهره. صراحه بزاف معسله بزاف بنينه، وتجي مقرمشه صراحه رائعه رائعه رائعه. شوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي معسله ما شاء الله، يعني رائعه رائعه كما قلت لكم. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم ونالت رضاكم. نقول لكم الا جربتوا الوصفه ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم في اسفل الفيديو هكذا باش تحفزوني، يعني تزيدوا لي الطاقه، ونزيد لكم وصفات هايلين وبنان ان شاء الله. او داخل علينا سيدنا رمضان نديروا المعسلات والتحليات باذن الله تعالى. ما عليا غير نقول لكم بارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. نقول لكم استودعتكم الله وحفظه، وسلام في فيديو اخر ان شاء الله.